بسم الله بديت وعن بي صليت وبيه كلامي حليت، وليكم بهذه الحكاية جيت. لكل حكاية معناها وحكوها ناس بكري يا محلاها. جيتكم اليوم نحكيها وفي قلوبكم نخبيها، نتفكروا ناس زمان ونقولوا كان يا مكان. نكمل باقي قصتنا مع بقرة اليتامى. تركناها في المرة الماضية بعدما حكت الأم حكاية لأولادها، وهذا الحال كل يوم، لكن لا يدوم الحال من المحال. ويجي نهار لتمرض الأم وتطيح فراش، ويزيد عليها المرض، بقى الأب والأولاد معاها باش يقوموا بها. باع الأب وش عنده باش يداويها، والأولاد حبسوا المروح للجامع. حب الأب يبيع بقرة، لكن الأم منعته وقالت له ما تبيعش البقرة تاع ولادي، يلو كان حتى نموت. كان دراري يروحوا كل يوم يصرحوا ويرعوا بالبقرة، توحشوا الماكلة تاع يماهم وحكاياتها، وحزنوا بزاف عليها، خاصة كي تبات تتنازع في الليل وتتوجع. في واحد الليلة من الليالي الباردة، وكان الرعد يضرب وشتا خيط من السما، ماتت الأم. حزنوا عليها دراري بزاف، ولات مسؤولية كامل على الأب، يرعى بالبقرة ويربي ولاده. في واحد النهار قرر الأب يتزوج ويجيب امرأة صالحة تقوم بيه وبولاده. كما كان الحال تعرف على امرأة مات راجلها وعندها زوج دراري، طفلة وطفل. تزوج بيها وجابها للدار مع ولادها للزوج، وتفاهموا باش يربوا ذراري الربعة مع بعض وما يفرقوش بيناتهم. لكن الأم كانت تكره هذوك دراري ولاد راجلها، وكانت تفرق بيناتهم وبين ولادها. كانت توكل ولادها مليح، وولاد راجلها تعطيهم الفضالة، ومن داك ما تعطيهمش كامل ياكلوا. تضربهم وتخدمهم خدمات كبار على عمرهم. وكي يجي العشية يروحوا ذراري يجروا للبقرة ويرضعوا منها، والبقرة تخليهم وما تدير لهم والو. غارت مرت باباهم من هذوك الدراري وقالت لولادها روحوا رضعوا معاهم. كي راحوا ضربت البقرة الطفلة وعورت لها عينها، غضبت المرأة بزاف. وكي جا راجلها حرشته باش يبيع البقرة. راجل ما حبش، قالها هذه بقرة ولادي ويماهم وصاتني عليها باش ما نبيعهاش كامل. بصح المرأة قاعدة تصمت عليه حتى قبل باش يبيع البقرة. يا ترى البقرة راح يبيعها الأب ولا لا؟ وذراري كيفاش راح يكون حالهم بعد ما تتباع البقرة؟ راح نعرفوا هذا الشيء في الفيديو القادم إن شاء الله. انتظرونا. سلام. ولا تنسوا عمل لايك وشير والاشتراك في القناة، وصلوا على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام.